مساء الخير على احلى متابعين، وحشتوني قوي وحشتوني كتير. في الاول كده هنصلي على النبي نقول عليه افضل الصلاه والسلام. اللي بيشوفني من اول مره تشجيع، شير واشتراك ولايك ودوس على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده هنعمل معاكم كرنبيت الكنتاكي بطريقه روعه ومقرمش. بصوا مقرمش وجميل جدا 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 وهيعجبكم جدا. فدلوقتي هنقوله مع بعض بالخطوات. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا يا نشوف هنعمل ايه. انا معايا كرنبيت اهي مقطعه زهره منها عشان تشوفوها اهي، وهعملها. انا كنت عاملاها معاكم اقراص ومصوره معاكم في القناه. النهارده هعملها معاكم زي كنتاكي بالظبط، اكنكم بتاكلوا كرنبيت كنتاكي بالظبط. هعملها لكم بنفس الخلطه ونشوفوا عامله ازاي. انا معايا القرص اهو، بنقطع الزهره كده. انا بقول للمبتدئين بس اهم حاجه تشجعوني باللايكات. بصوا اهو، دي الزهره. طبعا انت بتصغريها بقى، يعني انا ممكن انا هعملها كده لان انا ما بحبهاش كبيره، بحبها صغيره ومتوسطه كده اهي. شايفين؟ بحبها الحجم ده. شايفين اهو. هنقطع واحده حته تانية مع بعض اهي. بص الحجم ده انا هعمله في الحجم ده. هقطعها بقى كلها ونشوفها مع بعض. بصوا قطعت الزهره كلها اهي. بصوا الحجم ده اهو. انا كمان دي هعملها اصغرها اهو. شايفين؟ انا عايزه الحجم ده كده. بصوا الحجم الصغير ده كده اهو، في الحجم ده كده. بصوا قطعتها كلها. دلوقتي هنبدا نعمل ايه بقى؟ احطها تحت الحنفيه، هنزل منها التراب خالص عشان لو فيها في قلبها رمله او تراب، واغسلها غسل حلو ونشوفوها مع بعض. يلا اهو نبتدي اهو. بنشطفه شطفه حلوه كده وننزل منه اي رمله اي ميه، اي تراب اي رمله بالميه كده اهي. بصوا اهي. اهو شايفين؟ انا خلصت كل حاجه فيها اهو. هسيبها تتصفى بقى ونشوف على النار هنعمل ايه. بصوا معانا ميه اهي سخنه تغلي، هنحط فيها نص معلقه ملح اهو، وهنحط الكمون. بحط في ميه السلق بتاعت الكرنبيت او الكرنب بنحط الكمون عشان دي من الحاجات اللي بتعمل انتفاخات جامده جدا. الميه غليت ده اهم حاجه اما نيجي نحطوه، ما تهروش اهو. بصوا اهو، اهم حاجه ما يتهراش. عايزين اقول لكم اوعوا تهروه اهو. عشان تطلع الواحده زهره بزهرتها كده، ما تبقاش مهريه اهو. انا حطيت اهو الكميه كلها اهي. تتسلى بقى واوريكم ازاي تتسلى، يعني ايه تتسلى 10 دقايق بالظبط، ان انا مش عايزاها مهريه انا. بصوا اهي، هنسيبها شويه تغلي برده ونشوفها مع بعض اهو. هنحط بيضتين بصوا اهو. شايفين؟ بيض. وهنحط كوبايه لبن اهي. شايفين اهو. وهنحط النشا بيدي القرمشه. لو في بيكنج باودر ماشي تمام مفيش مشاكل، مفيش خلاص عادي حطي نشا. وده ممكن تحطي الاتنين عادي ماشي. هنحط الملح بتاعنا وهنحط كمون. البهارات بقى دي بتاعتكم انتوا، يعني عندكم اي بهارات حطوها. هنحط الفلفل الاسمر اهو. شايفين؟ هنحط كاري اهو. شايفين؟ هنحط توم
هنحط حوالي كده 4 معالق دقيق. انا مش عايزه القوام خفيف، انا عايزاه تقيل شويه اهو. شايفين اهو، شايفين. وهنحط هنحط البقدونس. عايز تحطي شبت مفيش مشاكل، اي حاجه عندك بقى. هتقلبي بقى كل الخليط ده في بعضه كده زي ما قلت لكم، انا مش عايزاه خفيف. اهو بصوا القوام بقى تقيل اهو. بصوا شايفين، انا مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني كده شايفين اهو. انا عايزاه كده، مش عايزاه يبقى ميه ومش عايزاه يبقى تقيل جدا. خلاص ادي احنا كده خلصنا من الخليط. هنحط دقيق هنا اهو. شايفين حطيت دقيق، وهنحط عليه برضو حبه نشا، وهنحط عليه حبه ملح اهو. شايفين احنا كده ايه بنطعمه، يعني بيبقى ايه ليه الطعم بتاعه. هنحط حبه الكمون برضو، وهنحط حبه الفلفل الاسمر. شايفين، وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه كده اهو. طبعا ده انت في الخلطه بقى عايزه عندك بقى بهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، اللي يعجبك حطيه اهو. انا كده خلاص اهو. شايفين هنبدا نقلي بقى مع بعض. بصوا بقى هنبدا نعمل ايه. هناخد الزهره كده ونحطها كده. شايفين هنعملها، هنحطها في الخلطه كلها كتير، يعني كامله كلها، ما نخليش حته فاضيه فيها اهي. شايفين هنحطها في الدقيق، نحط حته كمان اهي اهي. شايفين اهي اهي. شايفين اهو. شايفين هنحطه في الدقيق كويس قوي، وبعدين ايه نحطه هنا كده اهو. شايفين اهو، نحطه في الدقيق كويس قوي اهو. هنخلص بقى حبه كده ونوريكم انا بقلي اهو. بصوا انا عملت اهو. هنحطه بقى على في الزيت يكون مغلي جدا وغزير. اهم حاجه يكون الزيت سخن جدا، ويكون كل واحده بعيده عن التانيه كده شويه. فاهمين اهو. اهو شايفين ما تقلبوش خالص، سيبوه شويه كده اهو اهو. بس هنقلبه بقى. بص لونه عامل ازاي، دهبي وجميل ازاي. شايفين اهو. شايفين عامل ازاي اهو. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى، وقرمشت روعه. هتعملوه بالطريقه دي، عمركم ما هتعملوه باي طريقه تانيه. بصوا جميل جدا جدا جدا. بصوا عامل ازاي مقرمش وجميل جدا اهو. شايفين روعه روعه روعه. بصوا بقى طالع جميل ومقرمش ازاي، جميل جدا جدا جدا، ولونه ذهبي وطعمه عسل. يا رب الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى بشير واشتراك ولايك ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. باي باي.